ميسان بالمركز ال11 برصيد 43 نقطة. أيضا طاقم التحكيم اللي يقود مجريات هذه المباراة الحكم الدولي زيد ثامر، والمساعد الأول ياسر هاشم، والمساعد الثاني مصطفى محمد، الحكم الرابع محمد صادق. أما بغرفة الفار حكام تقنية الفيديو واثق محمد ورضا عباس. تنطلق الصافرة للإعلان عن بداية أحداث شوط المباراة الأول. من الجهة اليمنى بالزي السمائي نادي النفط، ومن الجهة اليسرى نفط ميسان بالألوان الحمراء. أيضا على بركة الله صافرة انطلقت يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. أجواء بدايتها تبشر بخير. دائما ما تكون هكذا مباريات لها طابع خاص، لها طعم خاص. الديربي النفطي بهذه الأمسية الجميلة الآن، وننتظر أنا وإياكم بأن نشاهد 90 دقيقة مليئة بالإثارة والحماس. أيضا تشكيلة الفريقين، النفط مع المدرب عادل نعمة يبدأ بحراسة المرمى علي ياسين، وها هنا الكرة. بعد ذلك نتابع أسماء التشكيلة. علي ياسين بحراسة المرمى، أحمد خالد، سامسون ديار ياخي، كرار سالم بخط الدفاع. أما بالمقدمة أو بالمنتصف سامي هين، علي ماجد، ستار ياسين، وبخط المقدمة رامسيس جابرييل، وليد كريم، وأحمد صبري. بالجهة المقابلة نادي نفط ميسان اللي يلعب مدرب حسين عبد الواحد بتشكيلة بحراسة المرمى حسن نجم، عبد الله خلف، الكسندر يولي، وتارا، وعباس فاضل. بمنتصف الملعب محمد سلام، أكرم رحيم، على سعد، وأحمد زامل، وعلي لطيف، ومهند حبيب بخط المقدمة. هذه الأسماء اللي تلعب بالتشكيلة الأساسية لهذه المباراة ما بين النفط ونفط ميسان. ديربي النفط هنا بهذه البداية، دقيقة الثالثة من شوط المباراة الأول. مرور جميل، تمريرة ولا أروع. هنا الوان تو الدخول، لكن عملية قطع الكرة بصورة ممتازة باللقطة الماضية عن طريق المدافع سامسون ديرا اللاعب النيجيري. الكرة تصل على الجهة اليمنى، تصل مرة أخرى، تبادل للكرات لإيجاد المساحات وإيجاد الحلول. تكلم عن نادي النفط اللي يعتبر من أكثر الأندية اللي حافظت على نظافة شباكها بهذا الموسم. 21 مباراة شباكة نظيفة. تكلم عن الحارس علي ياسين اللي يمتلك برصيده 19 كلين شيت، رقم جدا مميز. شوف عملية قطع الكرة اللي كانت عن طريق النيجيري اللاعب سامسون دير، ومن هنا ومن هناك خطوط الدفاعية أرقامها هي من تتكلم. تكلم عن نادي النفط. هنا الحديث ما بين الدولي زيد ثامر اللي بدأ انطلاقته من عام 2016 كحكم دولي. هنا الكرة تعود لحارس المرمى علي ياسين. علي ياسين يقف على كرة الآن بهذه اللحظات. عملية تغيير اللعب من الطرف الأيمن. من الفوارق ومن المفارقات لهذه المباراة، تكلم عن نادي النفط اللي هداف الفريق هو المدافع، مدافع الفريق أحمد خالد برصيد 6 أهداف. ها هنا الكرة تصل على الجهة اليمنى، الدقيقة الرابعة، ولا زلنا لم نشاهد الوصول للأهداف. عملية جس النبض واختبارات لأداء اللاعبين. هنا المرور لم يكتمل باللقطة الماضية، طالت على اللاعب وليد كريم قائد النفط بالكرة الماضية، لكن هنا تعود. مباراة لها طابع خاص، لها أشياء مختلفة. ديربي النفطي ما بين النفط ونفط ميسان هنا بالدقيقة الخامسة من شوط المباراة الأول. تلعب بالعاصمة الحبيبة بغداد، تحديدا بالملعب الساحر أحمد راضي، الملعب اللي الكل يعرفه خاص بنادي الكرخ، لكن يعتبر أيضا لنادي النفط بهذه أو بهذا الموسم. الكرة تصل بمنتصف الملعب، عملية قطع الكرة باللقطة الماضية عن طريق اللاعب علاء سعد، لكن هنا الصافرة موجودة من زيد ثامر. هذا اللي أمامك بالصورة اللاعب علاء سعد برقم 10، وبالانتظار كل الانتظار الآن علاء سعد اللي يمتلك برصيده 6 أهداف، مناصفة مع زميله ديمي داوود. هنا الكرة تصل على اليسار الآن، تحضير اللعب لنفط ميسان، وصلت عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن سامسون دير النيجيري. هنا الصراع لا زال، والكرة غادرت إلى الحارس علي ياسين. ضربة مرمى حديث هنا الآن ما بين الزملاء أحمد زامل. قطع الكرة اللي كانت موجودة باللقطة الماضية من المدافعين كرار سالم وسامسون دير. شاهد بالإعادة الرأسية الأولى كانت من النيجيري سامسون، وبعد ذلك الصراع البدني، لكن نوعا ما فقد التوازن، وهنا تدخل زميله
كرار سالم، وبعد ذلك الكرة تحولت على الطرف الأيسر. إذا اللمسة الآن تبادل الكرات بعدما كانت عن طريق اللاعب ديار ياخي، الآن تصل إلى سامسون دير. تبادل اللعب مع كرار سالم، هادئين الفريقين بأول 6 دقائق من شوط المباراة الأول. الكرات العالية تصل الآن رأسية وإبعاد على مرتين، والحارس هنا الحارس حسن نجم هو من يقف على كرة أو من يمسك كرة بهذه اللحظات. كرة طالت وإلى خارج الملعب. اليوم نفط ميسان أمام مهمة نوعا ما صعبة، لأنه لم يفز بآخر 5 مباريات، خسر 4 مباريات وتعادل مباراة واحدة. تكلم عن الخسارات، آخرها من الزوراء 2-0 وقبلها القاسم وديالم. آخر فوز لنفط ميسان كان على زاخو في زاخو 1-0. كرة تصل الآن إلى رمية جانبية. النفط يحاول أن يسيطر على استحواذ اللعب، والكرة الآن إلى رمية تماس. عبد الله خلف اللي أمامك بالصورة لاعب نفط ميسان، تصل لكرار سالم الآن الرمية الجانبية على التنفيذ. كرار سالم يبحث عن المساندة. الكرة وصلت لكن سوء الاستلام بالكرة الماضية، تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب عن طريق اللاعب سامي هين من بوركينا فاسو برقم 77 لاعب نادي النفط سامي هين. إذا الكرة إلى رمية تماس لمصلحة نفط ميسان. نفط ميسان اللي يريد تضميد جراحاته بعد الخسارات الأخيرة. حسين عبد الواحد يريد العودة مرة أخرى. هنا الصافرة، ماذا هنالك يا سيد الحكم زيد ثامر؟ ماذا يؤكد بهذه اللحظات؟ ننتظر ونشاهد. هنا النظرات، تكلم عن اللي ظهر أول مرة مدرب عادل نعمة وحسين عبد الواحد مدرب نفط ميسان. ها هنا الكرة تصل للحارس علي ياسين، غير اللعب على الطرف الأيسر من الجهة اليسرى. انطلاق الآن للنفط، تمريرة سريعة بهذه اللحظات، لكن بعد ذلك تصل إيجاد المساحات وإيجاد الحلول. تكلم عن أحمد صبري اللي يلعب كرة جميلة ورائعة من الطرف الأيمن، لكن رأسية وإبعاد، دربكة ودخول، عمق الآن، الوجود، المساحات والكرة العالية. لكن هنا الحارس، هنا الحارس حسن نجم هو من يستلم الكرة في غاية السهولة باللقطة الماضية بعدما طالت على سامي هين. ها هنا الكرة العالية، يبدأون اللعب على الأطراف وبالأخص الكرات العالية. هنا الحارس علي ياسين وتغيير اللعب على الجهة اليمنى. النفط بالمركز السابع برصيد 51 نقطة، نفط ميسان بالمركز 11 برصيد 43 نقطة. هنا الكرة تصل بمنتصف الملعب، تغيير اللعب من الطرف الأيسر، لكن بعد ذلك تعود لانطلاقة من الجهة اليمنى. الدوران الآن الحاضر عن طريق لاعبين نفط ميسان. تكلم عن اللاعب عباس فاضل بالرقم 6، لكن يختار العودة مرة أخرى للخطوط الدفاعية. مرور ممتاز، مرور جميل. البحث الآن مهند حبيبي اللي تركها إلى زميله، وصلت عالية وهذه فرصة خطيرة، لكن على ما يبدو الحارس علي ياسين هو من تقدم لاستلام الكرة. طالت الكرة الماضية طريق اللاعب عبد الله خلف. هنا علي ياسين يريد المحافظة على أرقامه المميزة هذا الموسم، والكرة اللي تصل الآن لمصلحة نادي النفط في هذه اللحظات من الأرقام والنتائج. نتكلم بالإحصائيات لمصلحة النفط. لم يخسر في آخر 8 مباريات، لم يخسر نادي النفط في آخر 8 مباريات. آخر خسارة كانت بالجولة 25 أمام السفانة نادي الميناء بنتيجة 2-0. أيضا الكرة تصل الآن، تدخل ومخالفة واضحة. قريب حكم اللقاء زيد ثامر يؤكدها على اللاعب سامي هين لهذه اللحظات. بوركينا فاسو اللي أمامك بالصورة، نشاهد بالإعادة تدخل على اللاعب محمد سلام لاعب الارتكاز لاعب الوسط. تكلم على أكرم رحيم ومحمد سلام اللي أمامك بالصورة، يعتمد عليهم حسين عبد الواحد بمنتصف الملعب. وللارتكاز هنا الكرة للحارس علي ياسين. 10 دقائق أولى مرت من شوط المباراة الأول، لا زالت الأمور هادئة، الأمور طيبة، الفريقين حبايب من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. الكرة تصل من الطرف الأيمن. هنا أرسال الكرة بصورة سريعة، تبادلها، لكن هنا البحث عن المرتدات، هذا ما يريده لاعبين نفط ميسان، قطع الكرة بأي لحظة من اللحظات وإيجاد المساحات والدخول والعبور على الأطراف. النوايا واضحة، لكن على ما يبدو مدرب النفط عادل نعمة بدأ يقرأ الأمور. هنا كرة من ستار ياسين،
تصل سريعة بهذه اللحظات الرأسية الآن. هنا الصراع البدني لكن لمسة يد واضحة سلامات ذلك لاعب مستلقي على أرضية الملعب وهو القائد وليد كريم. سلامة يا وليد. يسقط متأثرا بهذه اللحظات وليد كريم اللي يمتلك برصيده 4 أهداف، سجل بمرمى نوروز وديالا وأربيل والحدود. سلامات يا وليد. ينهض للمتابعة بهذه اللحظات. دقائق لا زالت تمر ولا زالت الأهداف غائبة حتى اللحظة. من يسجل ويقص شريط البداية؟ هنا شاهد بالإعادة. تدخل كان موجود وسلامات لم يكن متعمدا لكن اللعب خطر يعتبر بهذه اللقطة. الكرة عادت الآن لنفط ميسان، بعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب. شوف قريب على خط التماس مدرب نفط ميسان كابتن حسين عبد الواحد، ايضا اللي وصل خلفا للمدرب علي عبد الجبار اللي هو حاليا مدرب نادي القوة الجوية. ايضا هذا هو هداف النفط المدافع الهداف احمد خالد اللي يمتلك برصيده 6 أهداف على التنفيذ. بالمناسبة احمد خالد باخر مباراة امام نوروز حصل على جائزة افضل لاعب بالمباراة، وقبلها امام ادهوك كذلك حصل على جائزة افضل لاعب بالمباراة. هو سجل الهدفين امام نوروز وامام ادهوك، المباراتين انتهت بنتيجة 1-0. ها هنا الكرة تعود الان. لا زالوا الفريقين يبحثون عن طريقة لعب محددة لإيجاد المساحات واختراقات الدفاعات. هنا الكرة لتصل من الطرف الأيمن، ستار ياسين هو اللي يستلم هذه الكرة بهذه اللحظات، تصل لزميل الآخر علي ماجد اللي يغير اللعب لأحمد خالد من الطرف الأيسر. أحمد خالد والعرضية العالية داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة تغادر إلى خارج الملعب. المباراة طالت في اللقطة الماضية. هنا ستار ياسين ولا زال الحضور. ستار ياسين بالمناسبة يملك برصيده هدفين بمرمى ديالا والحدود هذا الموسم. حديث من قائد الفريق بتهدئة أوضاع اللاعبين بهذه اللحظات. والكرة تصل الآن من الطرف الأيمن أو بالمنتصف أرضية الملعب، رأسية وتشتيت الخطر بهذه اللحظات، لكن دوران الآن المساحة الآن، لكن الكثرة هل تتفوق على المهارة أم يكون هنالك رأي آخر؟ تمريرة اصطدت ولم تغادر لا زالت المحاولة. هذا ستاري هي كرة سامي هين عندما كانت الكرة عن طريق اللاعب رامسيس جابرييل. هنا تصل من الطرف الأيمن العرضية داخل منطقة الجزاء والمساحة لم تكن موجودة، لا زالت المحاولة قائمة. هنا للنفط تسديد لكنها إلى خارج الملعب. شوف نتكلم عن المهاجم وليد كريم اللي شاهدناه باللقطة الماضية اللي طالب بركلة جزاء، ويقول للحكم زيد ثامر عود إلى الفار، لكن على ما يبدو هنا الحديث حسن نجم تقف المباراة. نعم ليس هنالك ركلة جزاء بعدما وصلت القرارات من غرفة الفار دول يوثق محمد ورضا عباس. هنا الكرة تنفذ بهذه اللحظات، قريبين من الدخول بالربع ساعة الأولى من شوط المباراة الأول، والأهداف لا زالت غائبة حتى هذه اللحظة، لكن على ما يبدو مباراة بدأت تتحرك الآن. هذه كرة من الطرف الأيمن، الوصول لنفط ميسان على سعد اللي غير اللعب، تعود مرة أخرى على الطرف الأيسر، إيجاد الحلول والمساحات، لكن بهذه اللحظات الكرة على اليسار الآن. الانتظار كل الانتظار، بعد ذلك الحارس علي ياسين هو الأقرب بهذه اللحظات. نعم هو الحارس علي ياسين. تكلم بهذه اللحظات عن حراس المرمى في دورينا، الأرقام المميزة والممتازة اللي ترافق الحارس علي ياسين حارس نادي النفط. 19 مباراة دون استقبال هدف. نتكلم عن الأرقام جدا صعبة في ظل وجود الأهداف في كل الجولات على مستوى دورينا، بالأخص منذ الجولة 27 حتى هذه الجولة الرابعة والثلاثون. غزارة تهديفية وأكثر من 10 إلى 15 هدف في كل جولة بصورة كبيرة. نعم تصل الأهداف. وها هنا افتتاحية الجولة الرابعة والثلاثون بهذه اللحظات، النفط ونفط ميسان، وبالجانب المقابل أيضا نفط البصرة ونوروز. وهنا كرة تصل سهلة لحارس حسن نجم، هذا اللي أمامك بالصورة برقم 6 عباس فاضل. أيضا تهدئة الأوضاع لا زالت قائمة هنا بربع ساعة من شوط المباراة الأول، نتيجة 0-0 بالديربي النفطي ما بين النفط ونفط ميسان. هنا كرة تصل من الجهة اليمنى
لإيجاد المساحات وإيجاد الحلول، لكن الكرة اصطدت بالمدافع أحمد خالد وتحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. كل ينتظر الأهداف، كل ينتظر أن يقدم فريقه أفضل أداء. تكلم عن محبين وعاشقين النفط ومتابعين وعاشقون نفط ميسان، فرسان المملكة، مملكة الجنوب، أبناء الأعمار قادمون إلى العاصمة بغداد لمواجهة النفط بهذه المباراة بالجولة 34 في إطار منافسات دوري نجوم العراق. ستار ياسين، ستار ياسين، وعلى ما يبدو الكرة إلى رمية جانبية نعم لمصلحة نفط ميسان، أو مخالفة أشارها الحكم الدولي زيد ثامر بهذه اللحظات. والانتظار، كل الانتظار على التنفيذ اللاعب علاء سعد. هل يأتي بالسعد اليوم؟ علاء يا علاء على التنفيذ الآن. على سعد يلعب كرة سريعة، وعلي ياسين، علي ياسين حراسة المرمى، لكن الكرة لازالت قائمة. هنا علاء يحاول إرسال عرضية يسارية لكن تغيرت على الطرف الأيسر لإيجاد الحلول، والكرة العالية مرت إلى خارج الملعب. سامسون دير اللي أمامك بالصورة، لاعب النيجيري، بكرة عكسية خاطئة من دون تركيز تحولت إلى خارج الملعب. هذا هو علي ياسين يتصدى لكرة اللاعب علاء سعد. هذا هو علاء متخصص لتنفيذ الكرات الثابتة، وبهذه اللحظات على التنفيذ علاء سعد بكرة داخل منطقة الجزاء، وعلي ياسين هو الأقرب للانقضاض على الكرة وإمساكها. علي ياسين طالب زملائه بالاندفاع نحو الأمام. علي ياسين اللي يلعب كرة سريعة بهذا التوقيت، بعد ذلك تصل إلى الطرف الأيسر، دوران حاضر بهذه اللحظات، صراع بدني لكن يتفوق لاعب النفط لاعب كار سالم. تعود مرة أخرى عملية استرجاع الكرة، هذا ما يتمتع به فريق نفط ميسان بعد ثواني ولحظات قليلة من استلام لاعبين النفط الكرة. وهنا الكرة مقطوعة، أيضا تحولت هذه المعطيات والإيجابيات على الطرف المقابل، والكرة تصل من الطرف الأيمن الآن لمصلحة سامي هيني اللي غير اللعب بهذه اللحظات. أحمد صبري لستار ياسين، نقل الكرة من الجهة اليمنى لإيجاد الحلول والمساحات، لإيجاد الحلول. هذا هو اللاعب رامسيس يتركها لستار، ستار ياسين، نقل الآن داخل منطقة الجزاء، لكن مرت وبعد ذلك تعود من الطرف الأيسر والبحث عن المرتدة. شوف السرعة، حرب السرعة واللياقة البدنية، لكن هنا من يتفوق المدافع أحمد خالد ويتحصل على مخالفة بهذه اللحظات. سلامات يا أحمد، سلامات يا أحمد خالد. هذا الفريق من مباريات كثيرة، بالأخص بآخر مباراتين سجل على دهوك ونوروز، كلا المباراتين اللي انتهت بنتيجة 1-0 هو هداف الفريق، رغم أنه مدافع برصيد 6 أهداف، وبعده أحمد صبري ب5 أهداف، ورامسز جابرييل برصيد 5 أهداف كذلك. وليد كريم 4 أهداف مهاجم الفريق. سلامات هنا للاعب نفط ميسان. شاهد بالإعادة هنا تدخل ما بين علاء سعد وأحمد خالد بهذه اللحظات اللي أكد من خلالها طاقم التحكيم بأنها مخالفة لمصلحة فريق النفط. هنا لاعب يسقط على أرضية الملعب، أحمد زامل يشكو من إصابة. سلامات يا أحمد زامل، هل بإمكان المتابعة؟ نتكلم عن نتائج نفط ميسان. كما ذكرنا لكم آخر فوز كان على نادي زاخو في ملعب زاخو 1-0 بإمضاء اللاعب ديمي داوود. وأيضا نتكلم على أكبر النتائج لمصلحة نفط ميسان، فاز على الحدود 3-1، كربلاء 3-1، القرمة 3-2، والكهرباء 2-0. ونتكلم بالمباريات أو الأندية الجماهيرية، انتصر 1-0 على الطلبة وزاخو فقط. هنا بالإعادة على ما يبدو أحمد زامل تعرض لإصابة، نتمنى له السلامة. وأيضا عن أكبر الخسارات لنفط ميسان كانت من الشرطة 4-0، من النجف 4-1، ومن دهوك 2-0. تعود المباراة للاستئناف الآن. ثلث ساعة مرت من شوط المباراة الأول ومن دون أهداف حتى هذه الدقيقة، والكرة تتحول للاعب أحمد خالد اللي يبحث من خلالها أرسال الكرة وتبادلها بهذه اللحظات. تعود مرة أخرى نتيجة 0-0. بالكلام على هذه النتيجة، نادي النفط
هو أكثر فريق تعادل بنتيجة 0-0 بمجموع 9 مباريات انتهت هذا الموسم للنفط بنتيجة 0-0. كرة تعود الآن على ما يبدو مخالفة، اي نعم، مخالفة لمصلحة نفط ميسان للاعب محمد سلام اللي ارتكبها اللاعب سامي هين اللي امامك بالصورة. لأن الجولة 34 على ما يبدو هي هذه الجولة الأخيرة بعدها التوقف من أجل معسكر المنتخب الوطني، لديه مباراتين تصفيات كأس العالم، مباراتين مصيريتين أمام المنتخب الكوري والمنتخب الأردني بالموفقية لأسود الرافدين. هنا كرة لنفط ميسان ملعوبة سريعة الرأسية، لكن مرت الرأسية وطالت على نفط ميسان، وتعود الكرة بهذه اللحظات. هل تتحرك المباراة بهجمات من الطرفين من الفريقين؟ هنا ستار ياسين اللي يستلم هذه الكرة بخارج القدم، ممتازة تبادل الكرات. ستار ياسين تغيير اللعب، لكن هذه بعيدة بعيدة بعيدة. هل يستطيع اللحاق بها؟ نعم، تمكن بسرعة وأداء. هذه الكرة لرامسيس جابرييل، رامسيس اللاعب الكاميروني يتركها الآن عالية داخل منطقة الجزاء الرأسية. الله 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 على ردة الفعل من حارس المرمى حسن نجم، وأي عرضية وأي رأسية وأي تصدي جميل من حارس المرمى حسن نجم. هكذا هم حراس المرمى، وأفضل ما يميزهم هي ردات الفعل بمناطق الجزاء. هنا الكرة المستخلصة تصل من الطرف الأيسر، ليس هنالك مجال. هل هنالك راية رغم تدخل سامسون دير؟ لكن هنالك الراية والتسلل. اعطيني اياها يا مخرج، خلينا نشوفها يا مخرج. الفرصة الخطيرة للنفط، وهي أخطر فرصة حتى هذه اللحظة. نعم، وصلت لقرار سالم اللي يلعب عرضية جميلة والرأسية من أحمد صبري، لكن شوف قرار سالم وأرسالها، وأحمد صبري وحسن نجم بردة فعل ممتازة يحرم النفط من إضافة أول أهداف في المباراة. لكن حدثني عن الثقة العالية لهذه اللقطة عن طريق اللاعب عباس فاضل. أي خطأ كان ممكن يكلفكم هدف، لكن مرت سلامات. كرة تعود الآن من الجهة اليمنى، التبادل الكرات وإيجاد المساحات وإيجاد الحلول، كل هذه الأشياء من أجل إيجاد الأهداف، من أجل الوصول لقص شريط البداية. من يسجل أولا؟ النفط أو نفط ميسان. كرة تعود الآن لأحمد خالد، لاعب يشكو من إصابة بهذه اللحظات. سلامات لاعب نادي النفط علي ماجد يشكو من إصابة. سلامات يا علي ماجد. حديث أيضا هل بإمكانه المتابعة أو لا؟ تكلم اليوم أيضا على النفط اللي لعب 33 مباراة هذا الموسم، فاز ب 13 مباراة وتعادل ب 12 مباراة، خسر فقط 8 مباريات. أرقام جدا إيجابية تعتبر لكتيبة المدرب عادل نعمة. أيضا عودة مرة أخرى، والكرة تصل من الطرف الأيسر لأحمد خالد اللي يبحث عن المساحات. أحمد خالد اللي يعيش فترة جميلة بهذه الفترة، والكرة تعود لستار ياسين متخصص بإرسال الكرات العالية بدقة عالية. ستار ياسين. هنا الكرة للنيجيري سامسون دير. سامسون تغيير اللعب، تصل الآن للنفط، لا زال مستحوذا ومسيطرا. هنا ديار ياخي اللي يلعب كرة سريعة من الطرف الأيمن رأسية وإيجاد المساحات، لكن هنا لا زالت قائمة، لا زالت النفط، لا زالت، لكن مقطوعة بصورة جميلة، وعلى ما يبدو ضربة ركنية. هنا القائد وليد كريم، وتدخل اللي كان موجود من اللقطة الماضية عن طريق اللاعب واتارم الإيفواري. واتارم هنا اللي يبعد الخطر باللقطة الماضية بالرقم 24. واتارم اللي يملك برصيده هدف واحد على الكهرباء هذا الموسم. هذا ضربة ركنية زي تامر يؤكدها بهذه اللحظات بانتظار هذا. هنالك يا سيدي الحكم، حديث لا زال قائما بهذه اللحظات، ننتظر حديث من زيد ثامر حكم المباراة، الحكم الدولي، مع اللاعب أحمد خالد بهذه اللحظات.
تهدئة الأوضاع. على ما يبدو كان هنالك دفاعات بمنطقة الجزاء، والانتظار الآن على التنفيذ للنفط بهذه اللحظات. النفط الآن رامسيس جابرييل، اللاعب الكاميروني رامسيس جابرييل على التنفيذ، والكرة داخل منطقة الجزاء. هذه للنفط، ولكن مرت. الله 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 الله، هي ترفض، هي لا تريد الدخول، لكنها كانت بدربكة دفاعية أيضا. وهنا الخطأ، وممكن يكلفكم هدف. هذا الخطأ مرتدة لفرسان المملكة، مرتدة الآن، لكن تمريرة ضعيفة من دون تركيز. تعود للتصحيح بهذه اللحظات. تعود الكرة للنفط. دقيقة 27 وبدأت تظهر الهجمات بعد كرة كانت فيها دربكة دفاعية، ومرت سلامات على مرمى نفط ميسان. هنا قطع الكرة بمنتصف الملعب، دوران حاضر على سعد، يلعب كرة يسارية ذكية، لكن كان متسللا. هنا المهاجم متسللا اللاعب علي لطيف، والكرة تصل لعلي ياسين اللي يندفع نحو الأمام بكرة عالية لأحمد صبري، والرأسية جميلة، لكن هنا الحارس. أوه، سلامات يا أحمد، سلامات أحمد الصبري من السلامة. والبطاقة الصفراء، أول بطاقة صفراء باللقاء. سلامات يا أحمد الصبري. نشاهد الآن وننتظر الإعادة، ونتمنى أن تكون إصابة بالغة على اللاعب أحمد صبري لاعب نادي النفط. هنا البطاقة الصفراء على اللاعب الكسندر يولي لاعب الإيفواري. شاهد بالإعادة الكسندر يولي الإيفواري، أول بطاقة صفراء باللقاء. وهنا الحديث والاطمئنان على سلامة اللاعب الكسندر يولي لاعب الإيفواري. أيضا دقيقة 28. أذكركم بأن نادي النفط منتعش بالفترة الأخيرة، آخر 3 مباريات 3 انتصارات، على الحدود 2-0، وعلى دهوك 1-0، ونوروز 1-0، ويريد انتصار الرابع هذا اليوم. لكن هل لنفط ميسان رأي آخر بهذه المباراة؟ لننتظر ونشاهد. أيضا هنا المخالفة نوعا ما قريب. شوف الكرة مكتوب عليه النفط، الديربي النفطي. هذه المواجهة دائما لها طعم خاص. وبالانتظار الآن كرة للنفط بهذه اللحظات. ايضا هل يفعلها النفط ويسجل اول اهداف المباراة هنا بهذه الكرة؟ كرات الثابتة، الكرات الثابتة. ستار ياسين على ما يبدو، ستار ياسين، والكرة اصطدت بالحائط البشري وغيرت مسارها الى خارج الملعب والى ضرب ركنية بهذه اللحظات. ضربة ركنية الان. شوف توجيهات من القائد اكرم رحيم. هنا وتارا حسن نجم. نصف ساعة مرت من دون أهداف، وربع ساعة متبقية على نهاية النصف الأول. هنا اللاعب رامسيس جابرييل يلعب كرة سريعة، أحمد صبري، لكن الرأسية طالت، والكرة تعود بهذه اللحظات إلى أحمد الزامل اللي يخسرها لستار ياسين. تعود الكرة الآن، تغيير اللعب على اليسار، لكن بعيدة هذه، بعيدة عن اللاعب أحمد الصبري اللي يمتلك برصيده 5 أهداف. سجل على النجف ونفط البصرة والحدود والميناء والكرخ. هذا هو الآن قرار سالم اللي أرسل عرضية، هي الفرصة الخطيرة الوحيدة حتى اللحظة. قرار سالم أرسلها لأحمد صبري، لكن حسن نجم حارس مرمى نفط ميسان هو من تألق بالكرة. هنا لا زالت لم تغادر السرعة، لا زال الآن حرب السرعة حاضر على الأطراف، لكن يتفوق باللقطة الماضية اللاعب ديار ياخي. هنا كرة لعلي ياسين. ديار ياخي سبق ومثل نادي نوروز وأربيل. هنا كرة تعود بهذه اللحظات. نصف ساعة مرت يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. نصف ساعة مرت وانقضت من دون أهداف.
حتى هذه الدقيقة. لا زالت المواجهة ما بين حسين عبد الواحد وعادل نعمة، ما بين النفط ونفط ميسان بأرضية ملعب الساحر أحمد راضي هنا بالجولة الرابعة والثلاثون بإطار دوري منافسات دوري نجوم العراق. كرة تصل لستار ياسين، يستلم استلام خاطئ، تعود الكرة بعد ذلك الصافرة، معها بطاقة صفراء. ستار ياسين كان بطاقة صفراء بالمباراة الأولى، كانت للاعب نفط ميسان الكسندر يولي، وهذه المرة لستار ياسين. تدخل باللقطة الماضية، وها هنا الانتظار. هل من الممكن أن نشاهد هدف أول بشوط المباراة الأول أو تبقى نتيجة كما هو الحال 0-0؟ ننتظر ونشاهد، كل شيء وارد. هل تصل المفاجآت بشوط المباراة الأول؟ هذا هو أحمد زامل وهذا أحمد صبري، والانتظار الآن كل الانتظار. الفريقين يريدون أن يقدمون أفضل ما لديهم حتى اللحظة 0-0. مخالفة لنفط ميسان تصل من الطرف الأيمن لإيجاد الحلول والمساحات، تمريرة سريعة لعلاء سعد المتخصص بالكرات العالية. هنا هذه فرصة نفط ميسان، لكن مرت الكرة وطالت باللقطة الماضية. تصل الآن لستار ياسين، يرسلها بصورة سريعة. التحضير الآن للقائد وليد اللي يغير اللعب إلى رامسيس جابرييل. رامسيس الآن عرضية عالية، أحمد صبري وين؟ أحمد صبري وين؟ الكرة مرت، والأقرب المدافع الآن، المدافع، وتشتيت الخطر وإبعادها إلى خارج الملعب بهذه اللحظات عن طريق أحمد خالد الآن اللي يختار العودة لزميله ديار ياخي وسامسون دير، اللاعب النيجيري. سامسون تركها الآن بمنتصف الملعب لعلي ماجد. علي ماجد يلعب كرة سريعة الآن، كرات العالية هي ما يلعب بها فريق النفط حتى هذه اللحظة. وهنا التدخل والمخالفة لمصلحة نفط ميسان. نفط ميسان بالرقم 6. تكلم عن اللاعب عباس فاضل، هو اللي تحصل على المخالفة اللي أمامك بالصورة. عباس فاضل بعد التدخل من أحمد صبري. مباراة تحتاج إلى هدف لتحريك المياه الراكدة، لتغيير أمور كثيرة. إن بقيت بهذه النتيجة ستكون صعبة المباراة على الطرفين. التحفظ موجود، شوف التدخلات، وهذه المرة تحذير دار شفهي لم يعطيه بطاقة صفراء، لكن تحذير للاعب نفط ميسان على سعد. هنا علي ماجد على سعد، وتدخل من اللاعب بالرقم 10 على سعد على علي ماجد اللي امامك بالصورة. تصل الكرة الآن من الجهة اليسرى، أحمد خالد والتمريرة الذكية. وليد كريم، وليد لإيجاد المساحات، لكن صراع الآن، صراعات البدنية بعد تدخل اللاعب الكسندر يولي. وها هنا إلى رمية تماس، رمية جانبية بهذه اللحظات. عباس فاضل، لاعب الساحر أحمد راضي، نجم الملاعب في دورينا بالاخص هذا الموسم. كل الملاعب جميلة ورائعة، هذا الملعب جدا جميل ورائع. وها هنا الكرة تصل لنفط ميسان، بعد ذلك تعود عن طريق اللاعب الكسندر يولي للحارس حسن نجم. تغيير اللعب الآن، غادرت الكرة إلى رمية تماس، رمية جانبية، ودخلنا بالعشر دقائق الأخيرة. 35 دقيقة مرت من شوط المباراة الأول، والمتبقي 10 دقائق لنهاية الشوط، ولا زالت المباراة من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. تعود الكرة بهذه اللحظات، وبعد ذلك إرسال الكرات العالية من دون تركيز تصل للخط الدفاعي، لم يتركها تغادر. والانتظار الآن، لا زال البحث عن الفرص والمساحات، لا زالت عمليات جس النبض حاضرة، لكن على ما يبدو قراءة الأفكار باتت واصلة. يعني نتكلم عن المدربين حسين عبد الواحد وعادل نعمة، على ما يبدو تفهم خطط اللعب أصبحت حاضرة. نتكلم عن المدربين
ها هنا الكرة تعود لمصلحة نفط ميسان. ابناء ميسان الجميلة اللي يحلون ضيفا عزيزا على ابناء بغداد اليوم. هذه كرة لكن لم يتركها تغادر. سامسون دير الان غادرت الى الحارس علي ياسين. نادي النفط اللي انهى الموسم السابق برصيد 46 نقطة كان بالمركز ال11. هذا الموسم تحسن واضح حتى هذه الجولة هو بالمركز السابع برصيد 51 نقطة، تجاوز نقاط موسم كامل بالموسم السابق. ها هنا علي ماجد والكرة للحارس علي ياسين، هو على التنفيذ. علي ياسين لعب كرة سريعة من الطرف الأيسر الآن. الانتظار كل الانتظار، لكن بعد ذلك الكرة تغادر إلى خارج الملعب. كرة طالت بهذه اللحظات ولا زال الانتظار كل الانتظار. هل من الممكن أن نشاهد هدف أول بشوط المباراة الأول أم هنالك رأي آخر للفريقين؟ شاهد الفريقين صراحة لديهم تحفظ واضح، تحفظ واضح، لا يردون تلقي الأهداف. ها هنا نتكلم عن الأرقام والإحصائيات لنادي نفط ميسان. هذا الموسم سجل 35 هدف لكن استقبل 40 هدف. ها هنا الكرة تصل ستار ياسين، تحضير لكن تدخل ممتاز عن طريق اللاعب عبد الله خلف، تدخل ممتاز. نشاهد ونتابع يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي هذه المباراة لحساب الجولة 34 في إطار منافسات دوري نجوم العراق. ستار ياسين يلعب كرة من الطرف الأيسر. ها هنا إيجاد الحلول والمساحات، تحفظ لا زال قائما. شوف الفريقين لا يردون تلقي الأهداف بشوط المباراة الأول. علي ياسين والتمريرة بمنتصف الملعب بهذه اللحظات ولا زال الانتظار لإيجاد أي ثغرة، لكن على ما يبدو المدربين لديهم قراية واضحة لهذه المباراة. كرات اللي تتبادل بهذه اللحظات الآن. ها هنا اللمسة لكن تدخل ممتاز وإبعاد الكرة بصورة سريعة للخطوط الهجومي لنفط ميسان. إن لم يكن هنالك راية هذه فرصة أول، فرصة هدف أول. الله 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 الله. لا نعم هنالك راية. أحمد زامل اللي أراد إضافة أول أهداف في اللقاء لكن الراية تواجدت، الراية تواجد. نعم تسلل واضح، تسلل بهذه اللحظات. ايضا زي ثامر حكم الدولي. وها هنا الانتظار لتنفيذه. تمر اللحظات تمر الدقائق واللاعبين يشعرون بالمسؤولية أكبر فأكبر. عندما تمر الدقائق تصبح الضغوطات نوعا ما أكبر، لكن حتى اللحظة المباراة متساوية الكفتين رغم استحواذ النفط ووصوله لمرة، لكن نفط ميسان لا زال صامدا ويقدم شوطا دفاعيا نوعا ما. شوط أول لا يمكن أن نجزم لأنه مليء بالهجمات، لكن هنا عملية القراءات الفنية. شوط يعتبر فني بحت، تحفظ واضح، المدربين واضحة طريقة اللعب، لكن الأخطاء شوف أن تعتمد على أخطاء الفريق المنافس، هذا ما يجعلك تقع بالفخ. وهذه أول الأخطاء ومن هنا ومن هناك. فرصة الأول لمملكة الجنوب ولكن الكرة مرت فرسان المملكة كانوا قريبين بعد خطأ فادح من المدافع سامسون دير. كرة تعود الآن مرة أخرى بهذه اللحظات عن طريق النفط وتبادل الكرات. 5 دقائق لنهاية شوط المباراة الأول، الوقت الأصلي نتكلم تحديدا. وها هنا الكرة تعود لسامسون. سامسون دير حديث مع علي ياسين كاد أن يرتكب خطأ كبير المدافع سامسون دير، لكن هنا الكرة تعود بهذه اللحظات. وهنا التدخل وزي ثامر يؤكدها لمصلحة نفط ميسان مع توتر وأعصاب عن طريق المهاجم وليد كريم قائد الفريق.
متابعة الآن لمصلحة نفط ميسان. مهند حبيب، حديث من زيد ثابت، ماذا يؤكد بهذه اللحظات؟ حديث الآن، والكرة تعود مرة أخرى بهذه اللحظات. طالب بالراية والتسلل. نعم راية والتسلل بهذه اللحظات. ننتظر ونشاهد. 41 دقيقة مرت من شوط المباراة الأول ولا زالت النتيجة سلبية من دون أهداف حتى هذه اللحظة بالديربي النفطي ما بين النفط ونفط ميسان. هجمات لم تحضر بصورة كبيرة، واحدة كانت للنفط بعد عرضية من كرار سالم ورأسية من المهاجم أو اللاعب الجناح أحمد صبري، لكن تعملق فيها حارس نفط ميسان حسن نجم. والاختبارات الصعبة اللي وصلت لعلي ياسين واحدة رغم أنها كانت تسلل. شوف هذا الخطأ اللي كاد أن يكلف النفط هدفا أولا من النيجيري سامسون دير، لكن عاد لتصحيح الخطأ، وهنا حصلت دربكة بمنطقة الجزاء، وبعد ذلك الإبعاد كان حاضرا بهذا اللي تكلمنا عنها، رأسية والدربكة اللي حصلت أيضا، لكن الإبعاد اللي كان موجود. هذه نوعا ما الفرص اللي تواجدت في شوط المباراة الأول. المباراة تحتاج إلى هدف من أجل أن تتحرك المياه الراكدة. حتى هذه اللحظة الهدف غائب، وعندما تكلمنا عن نتيجة 0-0 ذكرنا الرقم اللي يتمتع به نادي النفط، 9 مباريات انتهت بنتيجة 0-0 لفريق النفط، هو أكثر فريق انتهت مبارياته بنتيجة 0-0. والكرة تصل الآن على الجهة اليمنى، بعد ذلك تبادل للكرات لإيجاد المساحات والحلول. هنا التشتيت، وهل غادرت؟ على ما يبدو نعم، تجاوزت خط التماس بكامل محيطها، وبذلك هي رمية جانبية تصل لأحمد صبري عالية الكرة، هذا الأول، لكن اعتنت الكرة والصراع الآن للوصول إلى الهدف الأول عن طريق اللاعبين النفط يحاولون، وبعد ذلك الكرة تعود عملية تأخر ببناء اللعب. وها هنا الكرة تصل لمصلحة النيجيري سامسون دير اللي غير اللعب من الجهة اليمنى، والانتظار بعد ذلك العودة للحارس علي ياسين اللي يبعد الكرة بصورة صعبة بآخر لحظاتها، كان ممكن أن يقع بالمحظور، لكن الكرة اعتلت ومرت سلامات. وها هنا تصل بهذه اللحظات تمريرة للنفط، تبادل للكرات، تغيير اللعب بكرة عالية للاعب أحمد خالد المدافع الهداف بكرة خاطئة من أحمد خالد. 6 أهداف حتى هذه اللحظة اللي أمامك بالصورة. أحمد خالد 6 أهداف هذا الموسم مع النفط. كرة تصل الآن لألكسندر يولي الإيفواري اللي يلعب كرة سريعة من الطرف الأيسر الآن، لكن يتفوق مدافع النفط بهذه اللحظات. تصل لسامي هين اللي يغيرها ستار ياسين. ستار يحافظ على كرته ويغيرها بهذه اللحظات، وبعد ذلك تصل بمنتصف الملعب تغيير اللعب. أحمد خالد لإيجاد المساحات، هذه الكرة العالية، لكن الحارس حسن نجم هو الأقرب بهذه الكرة. حسن نجم. مباراة شوط أول، أتمنى أن يكون الشوط الثاني مختلف جذريا على مستوى الحلول الهجومية بالنسبة للفريقين. الأهداف، ننتظر الأهداف. وها هنا بالحديث عن الأهداف، تسديدة لكن سهلة للحارس علي ياسين. دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول، نتكلم عن الوقت الأصلي، لكن كم سيقدر الطاقم التحكيمي كوقت بدل ضائع. 0-0 حتى اللحظة، ودقيقة واحدة على ما يبدو وقت بدل ضائع. ننتظر كم دقيقة. تصل الآن من الطرف الأيسر لمنطقة الجزاء أحمد صبري اللي يبحث، لكن الكرة عادت بهذه اللحظات لمدافعي نفط ميسان. دقيقة نعم واحدة أضافها الطاقم التحكيمي. وها هنا لاعب يشكو من إصابة. سلامات لألكسندر يولي الإيفواري.
سندر يولي يشكو من إصابة بهذه اللحظات. شوط المباراة الثاني ماذا سيفعل حسين عبد الواحد مدرب نفط ميسان، وماذا سيقدم عادل نعمة مدرب النفط؟ هل نشاهد أشياء ومتغيرات يسمونه دائما الشوط الثاني بشوط المدربين؟ الضغوطات تصبح أكبر، وهنا لاعب نفط ميسان يشكو من إصابة، نتمنى له السلامة وأن ينهض للمتابعة. لا نتمنى دائما أن نشاهد الإصابات، رغم أن الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الإصابات لا نتمناها أن نشاهدها في هكذا مباريات. نعم، لم يكن متعمدا اللاعب وليد كريم، لكن هكذا التحامات على مستوى الكرات الهوائية، الكرات العالية. وهنا آخر لحظات شوط المباراة الأول، ينهض اللاعب الإيفواري الكسندر أيولي لمتابعة اللعب وبانتظار زيد ثامر لاستئناف ما تبقى من ثواني بشوط المباراة الأول. 0-0 دون أهداف. كرة إسقاط للاعب ديار ياخي، يختار العودة من الطرف الأيسر، وبعد ذلك أحمد صبري والصراع البدني، تسديدة لكن سهلة للحارس حسن نجم، ومعها صافرة لنهاية شوط المباراة الأول. لا تذهبوا بعيدا، نلتقيكم بشوط المباراة الثانية، وماذا سيفعل النفط وماذا سيرد نفط ميسان. النتيجة 0-0 حتى هذه اللحظة. نلتقيكم بالنصف الثاني والأخير من شوط المباراة الثانية. كرة للنفط، المحاولة التمريرة، المحاولة الخطيرة، جول! أول للنفط عن طريق أحمد خالد. شوف الظهير الأيسر وين، الظهير الأيسر وفرحة عادل نعمة. أول الأهداف للنفط، أول بيسارية يصل إلى هدف الخامس بدورنا أحمد خالد. ما سجل يعني لا المهاجم، ولاحظ الله يا ستار، وباليسار ما سجل لا المهاجم ولا لاعب الوسط. يسارية نفطية في الشباك الدهوكية. أول للنفط، أول للعنيد بمرمى صقور الجبال. سجل أحمد خالد 5 أهداف بدورنا، هو سجل على الزوراء والقرمة وأربيل وزاخو، ويسجل في مرمى دهوك. اللحظات لصالح لؤي العاني، يلعب الكرة العالية الرأسية، الله
أماماتشي أوغستين أموتو المحترف النيجيري. نسر نيجيريا يحلق عاليا في استاد المدينة ليلقي التحية على العميد ليضع الهدف الأول للأنيق ويسجل في مرمى عبد العزيز. كيف لك أن تأتي بمثل هذه الكرات يا عبدو؟ الكرة في المرمى، انطلق أموتو، حلق نسر نيجيريا ليضع الكرة في الشباك. العاني في كرة من الرقم 10 باليمنى عالية الرأسية. الله، حارس المرمى يأخذ وضع المتفرج لكن حلق وطار. نسر نيجيريا أتى بالأخبار ويسجل الهدف الأول للأنيق، يسجل الهدف الأول للأزرق والرأسية. عالمية عالمية عالمية. هذا نسر نيجيريا يسجل الهدف السادس له هذا الموسم. أصبح كربلاء على اليسار وهذه محاولة لصالح الفريق الأنيق. الأنيق يحاولون من أجل أول ضربات الشوط الثاني. الله، أماماتشي خارق للعادة، ماهر رائع. هنا يحلقون النسر مرة أخرى. هنا الطرب الطلابي، هنا العزف القديم، هنا الألحان القديمة تظهر على مدرجات استاد المدينة. وأماماتشي طار وحلق وسدد وسجل ليضع الهدف الثاني. أي مباراة، أي أداء، أي جمالية. انطلاق التنزاني، راح التنزاني، راح مسوبة، راح. هنا الكرة التي تلعب، هنا المرور، هنا العبور. ألف مخالفة للوجيه. مسوبة بعبور، وصل ونقل العرضية. راسيات أماماتشي وكأنه سجل في الستة ياردة. هذا التحليق والرأسية وعبد العزيز رياكشن عالي لكن الكرة قوية، رياكشن سريع لكن الكرة قوية. لاحظ الكرة العرضية، فينيشينج بالرأس. عالمي 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 من جانب أماماتشي أوغستين أموتو. هدفين لا شيء والطلب يزيد من متاعب وأوجاع العميد. شيركو يعلن تقدم أربيل، قدم شيركو يتقدم 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 وهدف أول. جول، هدف أول لأربيل بالدقيقة 12 من عمر المباراة. بالدقيقة 12 شيركو يسجل هدف أربيل الأول وهدف الشخص التاسع هذا الموسم نتيجة خطأ قاتل من حارس مرمى نفط ميسان حسن نجم اللي يتسبب بركلة جزاء يمنحها حكم اللقاء السيد محمد كامل صغير لأربيل ويسجل من خلالها شيركو كريم أول أهداف المباراة. 1 أربيل لا شيء نفط ميسان. وأذكر بلقاء الذهاب اللي انتهى بالتعادل أيضا شيركو سجل بالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضيع في شوط المباراة الأول. وسجاد جبار عادل الكفة من ركلة جزاء بالدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل ضيع. كرة طالت خطيرة، محاولة تصويب، جول! كرة مباغتة جميلة من ماثيو أولاتونجي يسجل أول أهداف هذا الموسم وهدف التعادل بالدقيقة 26 من عمر المباراة. كرة جميلة على طبق من ذهب أمام عدم الضغط وبشكل مستريح يصوب ماثيو أولاتونجي الكرة. شوف بدون ضغط يلعبها بيمينه تمر على يمين الحارس دولابان ويسجل واحد من الأهداف الجميلة. 1-1 كرة جميلة رائعة. ماثيو أولاتونجي يلعبها بيمينه تمر على يمين الحارس دولابان ويحرز من خلالها هدف التعادل لفريق نفط ميسان وهدف الأول هذا الموسم. حلوة لعباس يمر، جول! الله هدف ثاني بنيران صديقه. خالد قردغلي يسجل هدف التقدم لنفط ميسان بالدقيقة 60 من عمر المباراة. خالد قردغلي يسجل هدف التقدم نتيجة ارتباك وخطأ دفاعي ويسجل الهدف الثاني وثالث عشر لاعب رقم 13 هاليسون بالراس من الكسندر جريون. فرانك سيدري خطرة هذه خطرة وجول!
خطأ قاتل من المدافع، يلعب الكرة إلى الخلف يستغلها فرانك سيدريك، يأيها على طبق من ذهب لمصطفى قابيل اللي يدرك التعادل بوقت سريع بالدقيقة 63 من عمر المباراة. مصطفى قابيل يسجل هدف التعادل لمصلحة أربيل بعد أن لعب اللاعب الكسندر بريمل كرة إلى الخلف، استغلها فرانك سيدريك الغير مراقب. شوفوا بالإعادة فرانك سيدريك يتوغل وهي لم يكن أناني. شوف 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 لعبها على طبق من ذهب وعلى الطاير، لعبها اللاعب مصطفى قابيل إلى داخل الشباك ليحرز ثاني الأهداف وهدف التعادل لمصلحة نادي أربيل. 2 أربيل 2 نفط ميسان. تقدم أربيل عن طريق شيركو من ركلة جزاء بالدقيقة 12 وعادل ماثيو ألاتونجي بالدقيقة 26 وخالد قردغلي سجل هدف نفط ميسان بالخطأ بالدقيقة 60. ويبدو هدف مخرجنا وين كان على الركنية هدف قاتل يسجله هاليسون يسجل بالدقيقة 90 هدف قاتل في شباك نادي نفط ميسان. شوف ما شفنا للهدف، المخرج يعيد لنا اياه، كنا منتهين بالركنيه، شفنا الهدف، نشوفه الان رأسيه وعلى يسار الحارس حسن نجم يسجل من خلال هاليسون هدف التقدم لفريق أربيل بالوقت القاتل بالدقيقة 90 من عمر المباراة. يحاول محمود الكرات الثابتة خطيرة، الله، جول للفرسان، جول لفرسان الجنوب، هدف جميل ورائع لمحمود أحمد، هدف أكثر من رائع، هدف جميل من كرة ثابتة يسجل من خلالها الهدف الأول. يتقدم الفريق البصري القادم من البصرة الفيحاء. شوف الكرة بوب 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 بوب. الله 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 على الكرة، الله على التنفيذ الرائع، والكرة على يمين حارس المرمى يسجل هدف من الأهداف الجميلة، يسجل هدف من الأهداف الرائعة. نقطة الآن، تمريرة ممتازة لثاني الله، ثاني لنفط البصرة، الهدف الثاني لنفط البصرة. الله على التمريرة الرائعة، نصف الهدف لا بل أكثر، التمريرة الممتازة التي يأتي من خلالها هدف ثاني. سجل فرسان الجنوب، تقدم فرسان الجنوب بهدف ثاني، وكذلك هو هدف الثاني من خلال هذا وبهكذا طريقة يحتفل قاسم محمد، ولكن برافو 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 أونجا، برافو قاسم محمد، يضع الكرة في المكان السليم، يضع الكرة في المكان المناسب على الزاوية، حط الكرة، حط بحرفنة. يا ولد بمجرد أنه شاهد المرمى وشاهد القائم البعيد يضع الكرة زاحفة. زاخو جولة 33، هنا محمود، الله، جول ثالث. مباراة الأهداف الجميلة، الأهداف الرائعة البصرية من خلال هذه المباراة. محمود يسجل هدف الثاني الشخصي لهذا اللقاء، ولكنه أي هدف. شوف الكرة وشوف زيكي، مرر الكرة لمحمود، الله 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 على الكرة الماضية. شوف محمود سدد الكرة، بوم، بيسارة قوية. يا ولد على هذا الهدف الجميل، يا ولد على هذا الهدف الرائع، هدف رائع وجميل. أحمد ياسين
احمد ياسين سريعة، اوه الله 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 الله، من بعيد سددها احمد ياسين، لكن الحارس تدخل والعارضة كذلك. شوف، او اصطدت بالحائط البشري، اصطدت بالحائط البشري وغيرت مسارها واصطدت بالعارضة. كان قريب احمد ياسين، لعبها بصورة جميلة رغم انها غيرت مسارها، وبذلك الكرة تكون صعبة على حراس المرمى. لكن العارضة هي اوفى صديق، الخشبات الثلاث هي اوفى الاصدقاء لحارس المرمى. وهذه هي الضربة الركنية الان لزاخو. زاخو اخطر، زاخو اقرب بهذه اللحظات، سريعة، الله الله الله، ابناء الخابور زاخو يسجلون اول الاهداف. نعم نعم، وعن طريق المدافع احمد ابراهيم. ابناء الخابور ممكن هدف ثاني، يا الله، تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد ابناء الخابور. اي نعم، نرتدي الابيض لكن ليست هنالك مشكلة، لكن لا نرفع الراية البيضاء. اي تسديدة واي هدف ثاني لمصلحة ابناء الخابور. شوف الاحتفالية، شوف الفرحة هنا بملعب الزوراء، الابعاد الموجود، شوفها بالاعادة، الاستلام والتوغل، التحضير ولا اروع، تمريرة جميلة من محمود الاسود والتصويبة والهدف الثاني. الهدف الثاني بهذا التوقيت، حاول لأكثر من مرة، وصل لأكثر من مرة ناصر محمدو، لكن بالأخير سجل ثاني أهداف المباراة. زاخو هدفين، الكهرباء لا شيء. لمسات عبد الغني شهد تظهر بمباراة الثانية مع أبناء الخابور. عمليات نقل الكرة لزاخو، ينتظرون ديبوتي ويبحث عن احمد ياسين. هذه كرة عالية جميلة جميلة، الله الله، اوه، ثالث اهداف نادي زاخو بكرة جميلة ذكية ولا اروع، سجل من خلالها ابناء الخابور. يعودون للاضواء من بوابة الكربلاء او الكهرباء. هدف ثالث لزاخو بصورة جميلة ورائعة باللقطة الماضية. بعدما صنع الهدف الثاني قرر أن يظهر ويسجل ثالث أهداف. زاخو هو من سجل الهدف الأول والآن يسجل ثالث أهداف اللقاء، وهدف الشخص الثاني محمود الأسود السوري الممتاز. ممتازة ممتازة بغاية الذكاء هذه اليسارية. سكن مرة أخرى مشاهدينا متابعينا، نعود إليكم لاستئناف اللعب والوصول لشوط المباراة الثاني، الحلقة الأخيرة المتبقية لمسلسل هذه المباراة، ديربي النفطي ما بين النفط ونفط ميسان بعدما انتهى وانقضى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. لكن هنا 45 دقيقة مختلفة نتمناها أن تكون فيها الأهداف والإثارة والمتعة. هل تتحرك المباراة بهذا الشوط الثاني؟ ماذا سيقدم وماذا سيفعل المدربين عادل نعمة وحسين عبد الواحد؟ سننتظر ونشاهد ماذا تخبئ لنا هذه المباراة. أيضا التغييرات والإضافات من المدربين والشوط الثاني الذي انطلق بهذه اللحظات. ها هنا تصل الكرة، الإبعاد بكرة مقصية، أصبح على الجهة اليمنى فريق نفط ميسان بالزي الأحمر أو الماروني بلهجتنا العامية، ومن الجهة اليسرى بالزي السمائي نادي النفط. هذه كرة تصل الآن للاعب عبد الله خلف، عبد الله خلف اللي مرر بمنتصف الملعب، مرور جميل
مرور جميل، تمريرة لكن طالت، والعودة من سامسون دير للحارس علي ياسين. سننتظر ونشاهد. ما زال الطاقم التحكيمي الدولي زي ثامر يساعد ياسر هاشم ومصطفى محمد ومحمد صادق، وحكام الفار بغرفة الفار واثق محمد ورضا عباس. كلمة واثق محمد الدولي. وها هنا الكرة تصل بصورة سريعة من الطرف الأيسر. ستار ياسين بصراع بدني، لكن هنا الانطلاقة وهنا الإبعاد، والكرة تصل بمنتصف أرضية الملعب. عملية تغييرها بصورة جميلة، لكن الكرة ضعيفة تعود للحارس علي ياسين. المباراة تحتاج إلى أهداف بالأخص بهذا الشوط. هنا إخراج الكرة على ما يبدو لاعب يشكو من إصابة. كما تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، أعيد لكم بالتحية مرة أخرى المعلق حسين سمير واصفا ومعلقا لهذه المباراة زي ثامر. هنا عملية الأطمئنان على سلامة اللاعب، لكن على ما يبدو بإمكان النهوض والمتابعة. اللاعب مهند حبيب اللي أبعد الخطورة على مرماه قبل لحظات بكرة. خلينا نشوفها بالإعادة، هذه تكلمنا عنها. نعم أبعدها، لكن هنالك كان التماس من اللاعب أحمد صبري على كاحل اللاعب، وبذلك بالسلامة. سلامة للاعب مهند حبيب. استئناف اللعب والعودة مرة أخرى. تكلم عن نادي نفط ميسان اللي حصل على تعادلات من الشرطة ونوروز وزاخة. هنا حديث من حسين عبد الواحد مدرب نفط ميسان الدولي السابق، اللي لعب للزوراء والشرطة ودهوك وأربيل، ويعتبر من أكثر اللاعبين تتويجا بلقب الدوري العراقي مع أربيل والزوراء والشرطة. تعود الكرة للاستئناف الآن. حسين عبد الواحد اللي حقق 3 ألقاب دوري، وهو مدرب مساعد مع الشرطة مع مدرب مؤمن سليمان المصري وأحمد صلاح. هذه كرة من الطرف الأيمن لم تغادر بعد، وهنا الإبعاد ممتاز. الكسندر يولي اللاعب الإيفواري. وها هنا الانتظار، هذا هو أحمد صبري، والضربة الركنية وعلى تنفيذها اللاعب الكاميروني رامسيس جابرييل. هنا التوجيهات من الحارس حسن نجم. ضربة الركنية الآن بهذه اللحظات بانتظار زي ثامر. ماذا يؤكد؟ الآن الحديث والصافرة تصل، ورامسيس جابرييل على التنفيذ. الكرة العالية داخل منطقة الجزاء، والرأسية طالت وتعود لأحمد خالد يتركها تغادر إلى رمية جانبية بهذه اللحظات. أحمد خالد الانتظار الآن. كرة اللي نفذت عن طريق أحمد صبري، تعود مرة أخرى تبادل الكرات، لكن هذه كرة بعيدة. أحمد صبري كانت قوية نوعا ما ومرت إلى خارج الملعب بهذه اللحظات. شوط أول انتهى، ودخلنا بشوط المباراة الثاني بالدقيقة 49، والنتيجة لا زالت 0-0 من دون أهداف بالديربي النفطي بهذه المباراة. تعود الكرة الآن من الطرف الأيمن لنفط ميسان. كرة عالية بمنتصف الملعب. تبادل الكرات الآن. عودة من وليد يتركها إلى سامي هين من بوركينا فاسو. يلعب كرة سريعة الآن. الصراعات البدنية، لكن بعد ذلك تصل وتعود لنفط ميسان. الديربي النفطي يبحث عن الاشتعال بأول أهداف اللقاء. هذه كرة لكن على سعد يغيرها سهلة لأحمد خالد، والتغيير على مرتين بمنتصف الملعب. ستار ياسين. تكلمنا عن شوط المباراة الأول اللي حضرت فيه بطاقتين صفران. الأولى كانت على لاعب نفط ميسان الكسندر يولي، والثانية كانت على لاعب النفط ستار ياسين. هذه كرة عالية الآن تصل لمنطقة الجزاء. صراع بدني الآن، وبعد ذلك الكرة إلى ضربة ركنية بهذه اللحظات. تغادر الكرة والانتظار للنفط. ضربات الركنية والكرات الثابتة هل تأتي بثمارها؟ هل يسجلون هدفا أولا بالدقيقة 50؟ ننتظر أحمد صبري بهذه اللحظات على التنفيذ للنفط، وممكن الهدف الأول. كرة ملعوبة سريعة الرأسية، ولكن الكرة مرت وطالت إلى خارج الملعب. أحمد صبري نفذها بصورة قوية ومرت على الكاميروني رامسيس جابرييل بهذه اللحظات. ثواني ولحظات صعبة ستمر، كلما ازداد وكلما مر الوقت ستصبح الضغوطات أعلى، بالأخص على المهاجمون. نتكلم عن وليد كريم وعلي لطيف، ومن يظهر بهذه المباراة ستار ياسين، والتسديدة من بعيد سهل للحارس حسن نجم بهذه اللحظات.
ايضا نشاهد سلامات هنا لاعب يشكو من اصابه. زيد ثامر دخل وعمليه الاطمئنان على سلامه اللاعب. هذا النفط ميسان اللي يبحث عن تضميد الجراح بهذه المباراه. باخر 5 مباريات لم يفز، خسر ب4 وتعادل ب1. هنا تسديده ستار ياسين بكره ساقطه تمكن من التصدي لها حارس المرمى حسن نجم. هنا وليد كريم مهاجم النفط اللي يمتلك برصيده 4 أهداف، سجل على نوروز وديالا واربيل والحدود. حديث الان زيد ثامر. هذا النفط ميسان هذا الموسم لعب 32 مباراه، يمتلك مباراه مؤجله مع نادي دهوك، سجل 35 هدف، استقبل 40 هدف، فاز ب 12 مباراه وتعادل ب7 مباريات لكن خسر 13 مباراه. هذه ارقام نفط ميسان هذا الموسم. افضل مركز حقق نفط ميسان هو المركز الرابع بموسم 2018، وبالموسم السابق كان بالمركز العاشر برصيد 47 نقطة. هنا التدخل، هنا الحديث، هنا الانتظار. واللاعب واتارا اللاعب الايفواري، كلا اللاعبين من كوت ديفوار، كلا المدافعين الكسندر ايولي وواتارا. هنا عملية التقاط الانفاس وشرب المياه، ايضا هي فرصة لاستراحة اللاعبين، ولكن تكلم عن مدرب نفط ميسان بعدما هذه رقم 7، مباراة رقم 7 لحسين عبد الواحد كمدرب للنادي. في اول مباراة مع اول وصول حقق انتصار على زاخو 1-0، لكن بعدها خسر من ديالا 1-0 وتعادل مع الطلبة 1-1، خسر من القاسم 1-0 وخسر من اربيل 3-2، واخرها خسر من الزوراء 2-0. مباراة اليوم هنا عملية تغيير لاعب او تلقي العلاج. السلامة للاعب اكرم رحيم اللي يشكو من اصابة. هنا تغيير قادم لنفط ميسان. اولا تونغي اللاعب النيجيري اللي سبق واللعب للسفانة لنادي الميناء هنا يشارك. اكرم رحيم يغادر. اولا تونغي ايضا التغيير الاول لنفط ميسان. نشاهد الان تغيير اضطراري، لكن المدربين ماذا يمتلكون من حلول في شوط المباراة الثاني؟ ننتظر الآن. إذن هذا هو سامسون دير اللاعب النيجيري، قدم شوط أول نوعا ما لا بأس به، لكن خطأ بأكثر من مناسبة بالخطوط الدفاعية. وها هنا الكرة تنفذ بهذه اللحظات. علي ياسين يستلم الكرة بسهولة تامة، وتغيير اللعب من الطرف الأيسر لأحمد خالد اللي يمرر تمريرة سريعة لزميله، بعد ذلك تصل لستار ياسين. قيادة المرتدة، ممكن هدف أول، ممكن فرصة هدف. هذا وليد تسديدة، الله 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 الله، مرت هذه التسديدة والوصول السريع، عملية قلب اللعب والانطلاقات من الخطوط الدفاعية، بناء اللعب بصورة ممتازة. لكن وليد كريم بتسديدة أولى بشوط المباراة الثاني. شوف بناء اللعب بعدما وصلت من أحمد خالد لستار ياسين، دوران ممتاز من وليد كريم، أرادها بالزاوية البعيدة لكنها مرت ببضع من السنتيمترات من القائم الأيسر لحارس المرمى حسن نجم. هذه الكرة تعود الآن. دخول وبداية قوية بشوط المباراة الثاني بالنسبة للنفط، حتى نفط ميسان كنا نبخس حقا فريقين بالشوط الثاني نوعا ما دخلوا بصورة أقوى من شوط المباراة الأول. هذا على سعد للرقم 10. الانتظار لا زال لمشاهدة هدف أول بهذه المباراة، المباراة اللي احتضنها ملعب الساحر أحمد راضي من قلب العاصمة الحبيبة بغداد كأرض مفترضة لنادي النفط أمام نفط ميسان القادمون من الأعمار فرسان المملكة. هذه كرة تبادل للكرات الآن والنقلة اللي لا زالت، وبعد ذلك مرت من سامي هين، اللاعب سامي هين من بوركينا فاسو. الانتظار الآن، كل الانتظار، دقيقة 56
من يسجل أول أهداف هذه المباراة؟ نفط ميسان أو النفط؟ هذا السؤال اللي يتبادل بالأذهان. وها هنا الكرة تبادل لستار ياسين. ستار يختار العودة لديار ياخي. ديار ياخي اللي سبق وأن مثل نوروز وأربيل. كرة تصل الآن رأسية للكاميروني رامسيس جابرييل لستار ياسين، هو اللي حرك اللعب. ستار بمنتصف الملعب يلعب خلف المهاجمين أيضا. هذه الكرة لأحمد صبري، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. هي رمية جانبية. هذا هو أحمد صبري اللي يمتلك برصيده 5 أهداف هذا الموسم. هذا هو الهداف أحمد خالد 6 أهداف. المدافع الهداف أحمد خالد. يحتاجونك اليوم النفط، هل تلبي النداء؟ هذه كرة عالية الآن رأسية لا زالت، والصراع البدني، لكن الكرة تغادر إلى خارج الملعب. علي لطيف اللي أمامك بالصورة والانتظار، كل الانتظار. حسين عبد الواحد اللي أمامك بالصورة بهذه اللحظات، يعتبر كما ذكرنا لكم من أكثر اللاعبين تتويجا بلقب الدوري. وها هنا الانتظار الآن تنفذ. توضيح أكثر اللاعبين وليس المدربين، أكثر اللاعبين، يعتبر من أكثر اللاعبين تحقيقا للقب الدوري كلاعب ليس كمدرب. أيضا هذا هو ديار ياخي وعادل نعمة مدرب نادي النفط اللي سبق وأن كان لاعبا بنادي النفط في موسم 1990 إلى موسم 1993. عادل نعمة. تمر السنوات وتمر الأيام وعاد لقيادة الفريق كمدرب. يقولون نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. الحب إلا للحبيب الأولي، هذه الجملة اللي ترجمها المدرب عادل نعمة عندما كان لاعبا بمركز الظهير الأيمن لنادي النفط. وها هنا يعود كمدرب ويحقق نتائج إيجابية ومميزة بالأخص هذا الموسم. أيضا هو درب الصناعة والحدود، العراق المدرسي، مساعد مدرب منتخب شباب، وأيضا درب الصناعات والقاسم. هذه كرة لنفط ميسان الآن. نعود لأحداث المباراة بصورة أكبر. كرة جميلة، هذه فرصة. وعلي ياسين هو من يتصدى لهذه الكرة. تعود مرة أخرى على الطرف الأيسر لكن بمنتصف الملعب. نفط ميسان يريد السيطرة على وسط الملعب. هذه كرة لكن بالتسلل. علي لطيف متسلل. وها هنا يعتذر من الزملاء على هذه التمريرة البعيدة اللاعب محمد سلام. الانتظار، كل الانتظار في الجولة 34 في إطار منافسات دوري نجوم العراق. الديربي النفطي لا زال خالي الوفاض من الأهداف. ومتى نشاهد أول أهداف اللقاء؟ هذه كرة سريعة داخل منطقة الجزاء، دربكة دفاعية لكن تدخل ممتاز باللقطة الماضية عن طريق اللاعب واتارا. تعود الكرة من الطرف الأيسر، أصبحت في منتصف الملعب. وهنالك الصافرة من الدولي زيد ثابت لمصلحة نفط ميسان والمخالفة لمصلحة أحمد زامل. شاهد بالإعادة أحمد زامل بصراع بدني ما بين سامسون دير لاعب النيجيري. تعود الكرة الآن لألكسندر يولي اللي يغيرها من الجهة اليمنى. عبد الله خلف ينتظر إرسال التمريرات، هل وصل من وكان متسللا، لكن استمرارية اللعب الآن والكرة اصطدت. وعودة لتصحيح الأخطاء مرة أخرى. تصل بالمنتصف عن طريق اللاعب علي ماجد. نصف ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة اللي لا زالت نتيجتها 0-0 ما بين النفطين، نفط ميسان والنفط. لكن المفارقات، هذا النفط اللي تأسس بسنة 1979 لكن نفط ميسان اللي تأسس بسنة 2003. هذه كرة تصل الآن لمصلحة النفط لكن تمريرة خاطئة من وليد كريم. تصل عالية، لعب بالكرات العالية من دون وجود الأجنحة بهذه اللحظات نوعا ما يعتبر مجازفة، تعطي الكرة للفريق المنافس
مجرد تعطيه الكرة. هذا هو سامسون دير. سامسون ينطلق الآن وإرسال الكرة من الطرف الأيسر. استلامها لأحمد صبري. أحمد صبري تغيير اللعب لأحمد خالد. أحمد خالد وعملية الدخول لإيجاد المساحات والحلول، لإيجاد من الممكن أن يجدون أي ثغرة أي فرصة لإضافة أول أهداف اللقاء، لكن الدفاع يحصن نفسه. تكلم عن نفط ميسان، تعود الكرة للنفط، سيحاولون وكلا الفريقين سيبحثون عن الهدف الأول، من يكون هو الهداف اللي يظهر بهذه اللحظات. كرة تصل الآن يسارية عالية لكن سهلة للخط الدفاعي، وبعد ذلك تبادل الكرات تصل للنفط هادئين بصورة أكبر. نتكلم عن النفط اللي نوعا ما بالجولات الأخيرة قادم من 3 انتصارات، وهنا الجولات الأخيرة المتبقية على نهاية دوري نجوم العراق بالمركز السابع برصيد 51 نقطة. أموره طيبة تعتبر، لكن يزحف ببطء المربع الذهبي ما بين كبار أو المتصدرين أو كبار القائمة. نتكلم عن الصراع المشتعل ما بين الشرطة والزوراء وحتى زاخو ودهوك مع مباريات المؤجلة، لكن الحديث الأكبر هو عن الزوراء وعن الشرطة. في كل يوم يلعبون الفريقين والتعادلات بالنقاط وأمور كثيرة، لكن الشرطة يمتلك مباراة مؤجلة مع دهوك. هذه كرة من الطرف الأيسر الآن تنفذ بعيدة من دون أي تركيز، تغادر إلى خارج الملعب. يا أحمد صبري يحتاج للتركيز، ركز. كل اللاعبين يحتاجون للتركيز. دخلنا باللحظات نوعا ما صعبة تعتبر على الفريقين. هنا يترجم كلامي حارس المرمى، يقول للاعبين اهدأوا وركزوا بصورة أكبر. هنا تغيير اللي أجراه درب حسين عبد الواحد بإضافة اللاعب أولاتونجي اللاعب النيجيري. ها هنا كرة جميلة وذكية لم تغادر بعد. سحب الكرة بصورة جميلة علي لطيف، لكن على ما يبدو كان متسللا علي. الراية موجودة، ياسر هاشم، مصطفى محمد. إذن هنا الراية موجودة. مباراة تحتاج إلى أهداف، مباراة هادئة حتى اللحظة، لكن هنا الكرة لم تغادر على ما يبدو. تعود للحارس حسن نجم، عاد الخطر بهذه اللحظات. وها هنا تصل لمصلحة الحارس علي ياسين 19 مباراة حافظ على نظافة شباك، رقم جدا مميز هذا الموسم. هذا هو علي ياسين. وبالمجمل أيضا فريق النفط اللي تمكن من المحافظة على نظافة شباكه ب 21 مباراة، وهذا الهدف الأول. الله الله الله، أوه تسلل. وهنا حديث من أحمد صبري والطاقم التحكيمي، لكن شوفها بالإعادة. كنا نعتقد بأن الهدف وصل، لكن الراية كان لها رأي آخر. أحمد صبري شوفها بالإعادة رأسية من وليد كريم، لكن الراية تواجدت. وهنا الحديث مع الحكم يقول له مو تسلل يا سيدي الحكم، كان احتسبت تشيكن جول. الآن الكلمة الفاصلة لغرفة الفار ليوثق محمد ورضا عباس. ماذا يؤكد حكام الفار؟ سننتظر ونشاهد. تقنية الفيديو موجودة في دوري نجوم العراق، كل الأشياء مهيئة. دورينا جميل، دورينا منظم. نتكلم عن لجنة المسابقات، لجنة الانضباط، كل شيء منظم بصورة جميلة ورائعة. بالأخص هذا الموسم كل مبارياته فيها أهداف، ملاعبنا جميلة، دورينا في تطور مستمر. أتمنى دائما بكل موسم يكون تطور حاضرا ومستمرا. أيضا زيد ثامر بانتظار القرار النهائي لغرفة الفار. هل الهدف احتسب لمصلحة النفط بأقدام أحمد صبري ليسجل من خلال الهدف الأول بهذه المباراة وهدف السادس على المستوى الشخصي؟ بانتظار القرار النهائي. هنا الحديث اللي لا زال مستمر، وابتسامة من زيد ثامر وحديث مع واثق محمد ورضا عباس بغرفة الفار. هل
الهدف صحيح أو لا؟ القرار للطاقم التحكيمي. شوف الحديث لا زال أحمد صبري ينتظر، يريد أن يفرح بهدف أو تستمر المباراة بنتيجتها السلبية. لننتظر تشيكينج جول VAR. زي ثامر، ما هو القرار؟ تسلل نعم، يؤكد الطاقم التحكيمي بعد العودة لغرفة الفار. هدف لم يحتسب والنتيجة تبقى 0-0 ما بين الفريقين. هدف أبيض سجل اللاعب أحمد صبري، والآن هنا الإبعاد عن طريق اللاعب ديار إياخي. دقائق شوط المباراة الثاني لا زالت تمر، لا زالت تنقضي، ولا زال الفريقين لم يسجلوا الأهداف، لكن لا زالت المباراة لم تنتهي. ممكن الأهداف تصل بأي لحظة من اللحظات. هنا كرة عن طريق اللاعب سامي هين اللي يغير لاعب من الطرف الأيسر، انطلاقة نحو الأمام. النفط تلاعب ومهارة. وزيد ثامر ماذا يؤكد؟ مخالفة للنفط، مخالفة للنفط. هنا أحمد صبري بدأ ينتعش في شوط المباراة الثاني بفاعلية ونشاط أكبر حتى اللحظة، لكن سننتظر، سنشاهد. هذه المباراة فيها مفاجآت. هنا تغييرات قادمة، تغييرات من المدرب حسين عبد الواحد لنفط ميسان. تغيير الآن، يشارك اللاعب أوكيكي يشارك اللاعب النيجيري اللي سبق واللاعب للنفط ونوروز. مثل النفط اللي سيلعب أمامهم اليوم. هذا علاء سعد يغادر. والتغيير الآخر سجاد جبار رقم 23. نعم، سجاد جبار. سلامات. أوكيكي، هل يكون أول حل لنفط ميسان؟ يمتلك برصيده 4 أهداف هذا الموسم. أوكيكي اللاعب النيجيري. سجاد جبار أيضا يمتلك برصيده 4 أهداف، سجل في مرمى أربيل والشرطة والحدود وكربلاء. هنا التسلل، لا التسلل يوضح لك غرفة الفار أنها كانت تسلل، وهدف أبيض للنفط. أيضا تغييرات تجرى بهذه اللحظات. تغيير هنا، عرض لإصابة على ما يبدو. سلامات لأحمد زامل، ويشارك الآن النيجيري أوكيكي. الاستئناف الآن، استئناف اللعب بهذه اللحظات. وصلت الصافرة، زيد ثامر يعطي الأمر باستئناف اللعب. الكرة العالية الآن الرأسية والإبعاد. هل التغييرات تأتي بالحل لنفط ميسان بإضافة أولاتونجي وأوكيكي وسجاد جبار؟ هذا الكرة تصل الآن بهذه اللحظات. دوران من اللاعب وليد، لكنها طالعت الكرة بهذه اللحظات وعلى الطرف الأيسر بعيدة، غادرت إلى رمية تماس. دخلنا بالدقيقة 70، 20 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي. هنا عملية التنفيذ. كرار سالم، ماذا ينتظر كرار لاستئناف اللعب؟ هل هناك تغيير على ما يبدو أو ماذا؟ حديث الآن، لكن لا، استئناف اللعب والكرة تعود للحارس علي ياسين. هل التغييرات اللي أجراها حسين عبد الواحد تأتي بثمارها لخطف هدف ل3 نقاط أم للنفط رأي آخر؟ هذه الكرة الآن رأسية حاضرة بهذا التوقيت، تعود الآن للبديل. يا سلام على المرور الجميل، لكن لا زال ويخسر الكرة سجاد جبار ويتحصل على مخالف. سجاد جبار سجل بمرمى أربيل من ركلة جزاء. لاعب سجاد جبار سجل بمرمى الشرطة والحدود وكربلاء. هذا هو سجاد جبار بعد التدخل القوي
من اللاعب سامي هين، بوركينا فاسو، لاعب سامي هين. هنا الانتظار، كرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. على ما أعتقد أحمد زامل غادر متأثرا بإصابة، يعني تغيير اضطراري وليس تغيير فني من حسين عبد الواحد. أيضا كرة تصل لمصلحة أولا تونجي اللي غير اللاعب منتصف الملعب. شوف التمريرة الجميلة الذكية الرائعة الآن، هذه فرصة ممكن لنفط ميسان، فرسان المملكة والسرعة، لكن مرت الكرة باللقطة الماضية عليك يا عبد الله خلف، تأخرت نوعا ما. هنا عملية قطع الكرة لا زالت قائمة عن طريق اللاعب واتارا، واتارا والسرعة، واتارا والحكاية لا زالت تكتب، والبحث عن الهدف الأول ما بين الفريقين. أولا تونجي هو من بدأها، وها هو واتارا. نتكلم عن أولا تونجي اللاعب النيجيري. وها هنا الكرة تعود، ثلاث لاعبين من نيجيريا مع نفط ميسان، أولا تونجي، أوكيكي، وعثمان ساني اللي على دكة البدلاء، لاعب ممتاز أيضا عثمان الساني اللي يمتلك برصيد 5 أهداف هذا الموسم. إذن الكرة تصل على الطرف الأيمن، وبعد ذلك الكرة تعود بالانتظار، كل الانتظار لمشاهدة أول أهداف هذه المباراة. من سيسجل النفط أو نفط ميسان؟ هذه كرة عالية، لكن الأقرب هنا عبد الله خلف، والأقرب الآخر واتارا اللي شتت الخطر، اللي تصل لديار ياخي علي ياسين. دقيقة 73 شوط المباراة الثاني، دقائق تمر، لحظات تنقضي، النتيجة من دون أهداف، مباراة تحتاج إلى هدف أو تنتهي بنتيجة 0-0. هل تنتهي بين الفريقين حبايب وتصبح المباراة رقم 10 للنفط تنتهي بنتيجة 0-0؟ هو أكثر فريق انتهت مبارياته بنتيجة 0-0. هناك تغييرات قادمة للنفط، حسام جاد الله وباولو فيكتور على ما أعتقد اللاعب البرازيلي. هنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على اللاعب كرار سالم، بطاقة صفراء على كرار سالم، ثالث بطاقات الصفراء بهذه المباراة بعد الكسندر يولي وستار ياسين، وهذه المرة لكرار سالم. اذا من هي التغييرات يا كابتن عادل نعمة؟ تشيكن جريد كارد. أوه. غرفة الفار تتفقد هل هنالك بطاقة حمراء؟ على ما يبدو نعم. حسام جاد الله وباولو فيكتور هم القادمون، البدلاء القادمون بخيارات المدرب عادل نعمة. زي تامر التقاط الأنفاس وشرب المياه مستوى الأجواء الحارة اللي بدأت تظهر بهذه الأيام العاصمة بغداد. تشيكينج ريد كارد، زيد ثامر يذهب بنفسه، وعندما يذهب حكم الساحة ليتفقد ذلك بنفسه ممكن تكون بطاقة أو لا. تشيكينج ريد كارد على كرار سالم. شوف نظراته، يمني النفس بأن يكتفى بالبطاقة الصفراء، لكن كرار هنا تدخل على قدم اللاعب سجاد جبار اللي شارك بديلا قبل لحظات ودقائق قليلة، وبعدما طلب واثق محمد ورضا عباس التدخل من زيد ثامر حكم الساحة. شوف عملية على ما يبدو الدعاء والأعصاب. تلغى البطاقة الصفراء، تلغى البطاقة الصفراء، وهنا البطاقة الحمراء لكرار سالم في لقطة جميلة أيضا يعتذر بروح رياضية عالية. كرار سالم يغادر بالبطاقة الحمراء. تحصل هكذا أمور بكل ملاعب كرة القدم وبكل الدوريات. إذن كان يعلم تماما بأن تدخل قوي على قدم اللاعب، وبذلك خرجت البطاقة الحمراء على كرار سالم، وبعدما شاهدها سلم على الحكم زيد ثامر وخرج بمنتهى الروح الرياضية العالية. هكذا هي كرة القدم، تعلمنا المحبة والأخلاق الرفيعة. لذلك شكرا لكرار سالم على هذه اللقطة الجميلة. إذن النفط يفقد أحد الأضلع المهمة بالخطوط الدفاعية، وسيلعب ربع ساعة
سيلعب ربع ساعة منقوص العدد. هل يستغل ذلك فرسان المملكة؟ هل يستغلها حسين عبد الواحد أو يحافظ عادل النعمة وكتيبة النفط على التعادل السلبي؟ هنا تغيرت المعطيات، تغيرت أمور كثيرة. الآن المسؤولية أصبحت أكبر على الطرفين. فريق سيبحث عن المحافظة على هذا التعادل للخروج بأقل الأضرار، وفريق آخر يريد انتصار بعد 5 مباريات من دون ولا انتصار، وهو نفط ميسان. إذن حسام جاد الله، وتم تغيير اللاعب. كان هنالك باولو فيكتور، لكن هنا برقم 34 سيشارك كرار الرزاق. ايضا سامي هين يغادر، وحسام جاد الله يشارك، وكذلك كرار الرزاق. ايضا التغييرات اللي اجراها مدرب النفط عادل نعمة، وليد كريم وسامي اللي غادروا، وكرار الرزاق وحسام جاد الله هم اللي شاركوا. بالانتظار الآن، هل التغييرات تأتي بالحلول أو ماذا؟ بعد ذلك هنا تدخل على ستار ياسين طريق اللاعب محمد سلام. أيضا يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، الجولة 34 في إطار منافسات دوري نجوم العراق. هنا بافتتاحية الجولة 34 النفط ونفط ميسان، والدقائق المتبقية القليلة على نهاية المباراة، ولا زالت من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. كرة سريعة الآن، ستار ياسين ترويض الكرة على مستوى القدم اليمنى بصورة جميلة، ويختار العودة للحارس علي ياسين. شوف نفط ميسان الآن سيلعبون بالضغط العالي، سيلعبون بالضغط العالي، لأن فريق النفط لديهم لاعب غادر بالبطاقة الحمراء هو كرار سالم. الآن النقص العددي هل يؤثر على كتيبة المدرب عادل نعمة؟ كل هذا سنتعرف عليه بالدقائق 12 أو 11 دقيقة متبقية. كرة تنفذ الآن سريعة، تصل من الطرف الأيسر، السرعة والحضور، لكن هنا حسن نجم الحارس، حسن نجم يجب أن يشرك ضرب حسين عبد الواحد كل خياراته الهجومية. هنا كان قريب وتارة من أن يقع بالمحظور، لكن هنا نتكلم عن الأمور الفنية. حسين عبد الواحد يجب أن يستخدم كل البطاقات الهجومية للبحث لاستغلال النقص العددي. لكن هنا هذه الكرة هل فيها راية أو لا؟ هل هنالك راية أو لا؟ نعم الراية موجودة عليك يا عبد الله خلف، واضحة كان التسلل موجود. ونتكلم عن الخيارات الهجومية، لا زال على دكة البدلاء اللاعب عثمان ساني، وأيضا ديمي داوود. وهذه كرة الآن لمصلحة النفط، 5 تسللات مقابل 2 على النفط ميسان. تركها الآن لعلي ياسين، هو على التنفيذ بهذه اللحظات. علي ياسين اللي يلعب كرة سريعة بهذه اللحظات. دخلنا بال10 دقائق الأخيرة، كرة طالت عليك يا أوكيكي لتصل الآن سهلة للحارس حسن نجم. توجيهات حسين عبد الواحد واضحة على أسفل الشاشة. وها هنا الكرة السريعة مع السامسون دير، وهذا هو علي ياسين. عودة كانت مع البطاقة الحمراء اللي تواجدت في هذه المباراة. تعود الكرة وممكن هذه فرصة لنفط ميسان تغيير اللعب، لكن بعيدة من دون أي تركيز، مرت إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة عن طريق اللاعب بواتارا اللاعب الإيفواري، هذا اللي أمامك بالصورة اللي شارك كبديل حسام جاد الله اللي سبق واللعب لنفط البصرة والحدود والشرطة. إذا الكرة تعود الآن إلى لاعب عبد الله خلف. صراع الآن، حسام جاد الله البديل يغير اللعب على الطرف الأيسر. كرة بعيدة لكن تمكن الزميلة من اللحاق بها. هذا ستار ياسين، العرضية العالية والحارس حسن نجم
بهذه اللحظات. حسن نجم انطلاق الآن، هنا يقع بالمحظور، تسديدة لكن بعيدة هذه التسديدة يا كرار أو أحمد خالد. هذا أحمد خالد اللي جرب حظه باللقطة الماضية، وبذلك حسن نجم اللي يبحث عن كرة وصلت عالية. سامسون دير وتدخل على النيجيري سامسون دير. سلامات يا سامسون، بطاقة صفراء على اللاعب اللي شارك كبديل سجاد جبار في مباراة فيها 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء. أيضا سجاد جبار تلقى البطاقة الصفراء. تدخل على اللاعب النيجيري سامسون دير. وها هنا وأنا وإياكم ب9 دقائق الأخيرة لشوط المباراة الثاني أو للمباراة بالمجمل صح التعبير. إذن كرة الآن لمصلحة النفط بكرة عالية تصل داخل منطقة الجزاء الرأسية لكن سهلة لحسن نجم. هل هنالك مفاجأة بالدقائق الأخيرة؟ كل شيء وارد، هذه كرة قدم، الأهداف تأتي بلحظة وبثواني قليلة. هنا كرة من واتارا اللي غير لعب لكن بصورة خاطئة، صحح الموقف زميله هولا تونغي، صحح الموقف. وكرة تصل الآن بمنتصف الملعب لنفط ميسان. تغيير اللعب لعبد الله خلف ظهير الأيسر، وعودة لواتارا اللي يلعب كرة عالية للبحث عن أوكيكي. شوف الاستلام، شوف الترويض بمفرد أوكيكي، لكن يحافظ على كرة عبد الله خلف، هو الأقرب. أوكيكي مرة أخرى محاصر أوكيكي. صافرة تواجدت. وحديث من النيجيري سامسون دير مع الحكم زيد ثامر. والانتظار الآن، هذه مخالفة لنفط ميسان. هل هنالك ردة فعل لاستغلال النقص العددي أم يكون للنفط رأي آخر للمحافظة على التعادل؟ إذا نشاهد في هذه اللحظات سامسون دير ارتكب المخالفة وضربة حرة مباشرة لنفط ميسان على التنفيذ. الآن سجاد جبار يلعب كرة سريعة أرضيا لكنها كانت سهلة للخط الدفاعي. تعود الآن واتارا بعيد الكرة من دون أي تركيز، غادرت إلى خارج أرضية الملعب. النفط هذا الموسم فاز على زاخو والمينا وأربيل والحدود، لكن أمامهم 7 دقائق. إن بقيت بهذه النتيجة من دون أهداف ستصبح المباراة العاشرة اللي تنتهي بنتيجة 0-0 لنادي النفط. نتكلم عن الفرق الجماهيرية، خسر من الشرطة ومن الزوراء ومن الجوية ومن الطلبة ومن زاخو ومن المينا وحتى من دهوك. أيضا من مباريات خسارها النفط من الفرق الجماهيرية. كرة تعود الآن من الطرف الأيسر لعبد الله خلف، إرسال الكرة بهذه اللحظات وممكن الهدف الأول، لكن علي ياسين ولا زالت المحاولة قائمة. والإبعاد من الخط الدفاعي بهذه اللحظات، وكرة تصل من الطرف الأيسر وإبعادها بصورة ذكية من أجل أن لا يتلقون الهدف. وها هنا الانتظار إلى خارج الملعب، هذا هو اللي أمامك بالصورة الكسندر يولي، والنفط مرور جميل والكرة اصطدت والمطالبة بلمسة يد. أحمد خالد والمطالبة بلمسة يد. سلامات. هل اصطدت الكرة في بطن اللاعب؟ على ما يبدو هنا الصراع البدني اللي كان موجود بهذه اللحظات. نشاهد بالإعادة الدخول الممتاز، المهارة العالية، لكن هنا الكرة اصطدت بصورة قوية باللاعب أحمد خالد واللي طالب من خلالها بلمسة يد. أيضا 5 دقائق أخيرة وسلامات للمدافع الكسندر يولي.
نشاهد الآن عملية الاطمئنان على سلامة اللاعبين. أحمد خالد، هنا حسين عبد الواحد، أعصاب والتوتر، مباراة السابعة مع الفريق مع نفط ميسان. شوفها بالإعادة، هذه كرة نفط ميسان اللي لم يستغلها عبد الله خلف، وبذلك الفرصة مرت. نشاهد ونتر، هذا هو اللي امامك بالصورة اللاعب عبد الله خلف، والانتظار الان. سبق وان مثل القرمة ونفط الوسط والديوانية اللاعب عبد الله خلف. ها هنا ينهض، هذا ليس الكسندر يولي، هذا واتارا الإيفواري. ايضا نشوفها بالاعاده، دخول ممتاز بمهاره فرديه جميله، لكن واتارا هو من تدخل بالكره الماضيه. والانتظار الان، كل الانتظار للاربع دقائق او اقل لنهايه الوقت الاصلي لهذه المباراه، الديربي النفطي ما بين النفط ونفط ميسان بهذه المباراه اللي يحتضنها ملعب الساحر احمد راضي بالعاصمه الحبيبه بغداد. هنا ديار ياخي اللي يجي بحديث مع حكم الرايه المساعد وزيد تامر، حكم الساحه الدولي زيد تامر بهذه المباراه. اذن استئناف اللعب بعدما وصلت بالانتظار الان. هذا هو الحارس علي ياسين. آخر 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، ديربي النفطي. ممكن مفاجأة بهذه اللحظات. كرة تصل لأحمد صبري على الطرف الأيسر، يبحث عن المساحات لكن غادرت الكرة. وللحارس حسن نجم ضربة مرمى على التنفيذ. هل من الممكن أن تنتهي المباراة والفريقين حبايب بنتيجة سلبية متعادلة ما بين الفريقين؟ الكرة تصل الآن من الطرف الأيمن لنفط ميسان فرسان المملكة بكرة بخارج القدم، تغيرت على الطرف الأيسر بهذه اللحظات. نقل الكرة وتبادل اللمسات، وها هنا أخراجها من الخطوط الدفاعية. نفط ميسان بخارج القدم جميلة، ولكن هنا النيجيري سامسون دير بمواجهة بهذه اللقطة عن طريق النيجيري سامسون دير واللاعب اوكيكي مواطن النيجيري. شوف التغييرات اللي يقدمها المدرب عادل نعمة. نشاهد الآن تغييرات. سيف رقم 17 سيف الدين ظاهر، ومن يشارك بآخر الدقائق بآخر اللحظات على ما يبدو الهدف صعب بهذه المباراة. هذا حيدر رقم 9، تغيير آخر قادم أيضا لصفوف النفط بعدما غادر أحمد صبري يغادر وحيدر يشارك. والانتظار بهذه اللحظات، ستار ياسين هو اللي غادر وأحمد صبري كذلك هم اللي غادروا. حيدر حسين وسيف الدين ظاهر هو اللي يشارك. سيف الدين ظاهر اللي يمثل القاسم والحدود والديوانية. والانتظار الآن، دخلنا بالدقيقة الأخيرة. نفط ميسان أيضا قدم تغيير، عثمان سانيم، ولكن هل يبدو هذا التغيير متأخرا؟ يا حسين يا عبد الواحد، الكرة الآن للنفط. إذن يشارك الآن لاعب نفط ميسان عثمان سانية اللاعب النيجيري اللي سبق وأن مثل هوك والنفط. عثمان سانية اللي يمتلك برصيده 5 أهداف هذا الموسم. نشاهد الآن، انتهت 90 دقيقة، وكم دقيقة سيقدم الطاقم التحكيمي لأن المباراة بالشوط الثاني عادت مرتين للفار، واحدة كانت بهدف أحمد صبري اللي ألغي بداعي التسلل، وواحدة كانت على اللاعب كرار سالم اللي تعرض من خلالها للبطاقة الحمراء. كم دقيقة سيقدمها طاقم التحكيم؟ 90 دقيقة انتهت وانقضت ولا زالت النتيجة سلبية من دون أهداف حتى هذه اللحظة. سننتظر ونشاهد. هذا الكرة لنفط ميسان، استلام الكرة أولا تونجي اللي غير اللعب، علي ياسين
يترك مرمى لإنقاذ الموقف. وها هنا الكرة تصل بهذه اللحظات بمنتصف الملعب للنفط. تغيير اللعب، نعم 4 دقائق قدمها الطاقم التحكيمي. وها هنا الكرة تصل من الطرف الأيسر، صراع بدني يبعد. على ما يبدو الفريقين رضوا بهذه النتيجة، يريدون أن يخرجون وهم حبايب بالتعادل من دون أهداف. هذه المباراة للجولة 34. المدرب عادل نعمة. وها هنا بنفس التوقيت هنالك بالجانب المقابل نوروز ونفط البصرة، هدف مقابل هدف متعادلين. عندنا افتتاح هذه الجولة 34. تكلم أيضا عن هذه المباراة قريبة من النهاية بالتعادل، إلا إذا حصلت المفاجأة، إلا إذا وصل نبو السار، لكن كرة مستخلصة. أيضا نذكركم بأن مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى أيضا انتهت بالتعادل السلبي 0-0 من دون أهداف. هذه الكرة الآن الانطلاقة نحو الأمام، لكن بعد ذلك الكرة تعود للخطوط الدفاعية. آخر اللحظات وآخر الثواني، ومن هنا النفط ونفط ميسان حبايب بالنتيجة 0-0 حتى اللحظة، إلا إذا وصلت مفاجأة. نفط ميسان فرسان المملكة، كرة سريعة لكن قطع الكرة موجود عن طريق اللاعب ديار ياخي. ديار وعملية تغيير اللعب بهذه الأثناء، بهذه اللحظات تصل سريعة الآن، إيجاد الحلول وإيجاد المساحات. 2 120 ثانية هي المتبقية على نهاية. الله الله الله، شوف المرور الجميل، شوف المهارة وشوف الرشاقة، ولا زالت المحاولة لمصلحة النفط تغيير اللعب من الطرف الأيمن لإيجاد الحلول وإيجاد المساحات. هذه كرة للنفط عالية الكرة، والحارس حسن نجم ينقض على كرة. شوف الهجمات الأخيرة فيها فاعلية، لأن الفريقين يعلمون تماما أن اللي يسجل بهذه اللحظات خلاص تنتهي الأمور. هذه فيها راية أو لا، فيها راية أو لا، فيها راية أو لا. استمرارية اللعب، أوكيكي لكن مرت فيها راية، فيها راية من الأولى. نعم راية وتسلل، رغم أن اللاعب النيجيري أوكيكي سدد بقدم يسارية. مرت هنا الإعادة، نعم متسللا. هي الكرة الماضية آخر دقيقة، 60 ثانية على النهاية، 60 ثانية على نهاية الأحداث. وهنا الكرة للنفط بهذه اللحظات. نشاهد الآن هذه كرة على اليسار داخل منطقة الجزاء، لكن الإبعاد عن طريق الكسندر أيولي اللاعب الإيفواري. تعود مرة أخرى عن طريق لاعبين النفط لإيجاد الحلول والمساحات. آخر هجمة، آخر 30 ثانية باللقاء، لكن مقطوعة الكرة للنفط. تعود الآن هذه المباراة 10 رسميا للنفط، تنتهي ب0-0 إلا إذا الله، لكن بعيد. نعم هي المباراة 10 للنفط اللي تنتهي بنتيجة 0-0 ومعها صافرة النهاية. أيضا الفريقين حبايب النفط ونفط ميسان، تنتهي المباراة بصفرة الدولي زيد ثامر من دون أهداف. أيضا مباراة كانت نوعا ما متساوية الكفتين ما بين الفريقين وخرجوا حبايب. أيضا نلتقيكم بمواعيد أخرى. أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحياتي المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.